انتوا عارفين ان انا عندي يوم في اول كل شهر اسمه يوم البقوليات. اليوم ده عايزه اقول لكم بيوفر عليا وقت كتير جدا، وخصوصا في الشتاء. هجهز معاكم النهارده الفول والبليله واللوبيا والعدس، كل الحاجات اللي ممكن تسهل عليا الوقفه في المطبخ طول الشهر. طبعا احنا عارفين ان البقوليات لازم تتنقع علشان تطلع الغازات اللي فيها وما تعملناش مشاكل في الهضم بعد كده. بالنسبه للفول والحمص لازم يتنقعوا ليله كامله. اما اللوبيا والعدس البني ده بيتنقع 8 ساعات بس. وبالنسبه للبليله مش بنقعها خالص. صحيت تاني يوم الصبح عملت بقى الفول، وهنزل لكم فيديو منفصل الفيديو اللي جاي بطريقة عمل الفول. واستنيت لما برد خالص وحطيته في علب واكياس. وكمان عملت البليلة، ودي كانت الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ودي كده الحمص بعد ما اتنقع، واللوبيا شايفين الغازات اللي طلعت من فوق دي. هرمي بقى المية دي واحطهم في مية نظيفة، وهرفع كل ده على النار في وقت واحد مع رشة كمون للوبيا والحمص والعدس بجبة. بعد ما خلصوا بشطفهم كويس جدا، وبستنى عليهم لحد لما بيبردوا واصفيهم من الميه، وابدا ان انا احطهم في اكياس كده واحطها في الفريزر. مش عارفه اقول لكم بتوفر عليا وقت قد ايه. وهنزل لكم طريقه الحمص اللي انا ببقى سلقاه ده بيتعمل ازاي كمان، وطريقه الفول الفيديوهات الجايه. والفيديو بتاع البليله هسيب لكم الطريقه بتاعته في صندوق الوصف. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وسيف.